ذكرت شيء بعد أن يوم ذكرت عن الرجل هذا اللي مغمى عليه، الرزق موجود لكن ما استفاد منه. فهل في فرق بين أن إنسان يرزق عنده رزق وما أدري شو نسميه البركة أو الانتفاع بالرزق؟ نعم. من الناحية الشرعية الرزق من الناحية الشرعية هو ما ينتفع به الإنسان، وما لا ينتفع به الإنسان ويراه وينظر إليه ويتأمل فيه ليس هو رزقا له، إنما هو مستودع وأمانة سواء في يديه أو في حسابه البنكي. الشرع إذا تأملنا آيات وأحاديث الشرع نجد أن الرزق هو ما أنت انتفعت به. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل، فإذا أنت استخدمته وشغلته أنت انتفعت بهذا الرزق. لكن إذا ما انتفعت فيه ولا استخدمته استخدام صحيح أنت ما انتفعت به. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، ما انتفعوا بهذا الرزق. بينما المؤمن ينتفع بهذا الرزق. العين نفس الشيء. المال، بعض الناس يكون عنده مال لكن لا ينتفع به، بمعنى لا يفكر أن يبني مسجد، يبني مركز، يبني كذا، يعمل لنفع الأمور العامة للمجتمع الذي هو يعيش بينهم أو لعموم الناس. أيضا لا يفكر أنه يعيش من حوله بهذا المال، تفكيره قاصر على ما نسميه إحنا اليوم بالتخزين أو بالإيداعات فقط. لذلك هذا اليدان هما عبارة عن مستودع لهذه الأموال، وهذا ليس برزق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، قال يقول ابن آدم مالي مالي، هذا الحديث ذكرته في كتاب الرزق. يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يفرح فيه، ينادي، يصرخ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، خلصت عليه، أو تصدقت فأمضيت، خليته قدامك في رصيدك الأخروي، أو تركت فهذا لورثتك. تأمل، المال الذي أنت تركته ليس مالك. المال الذي هو لك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، ما سوى ذلك فلورثتك. ما أنت إلا مثل شنو؟ أضرب لك مثال. حين ما في ناس يشتغلون في بنك الدولة اللي يسمونه مثلا في بعض البلدان المصرف المركزي، في ولا ما في؟ طيب هذا الرجل اللي في المصرف المركزي يوميا يعد بكم؟ آلاف الآلاف، بس هو في النهاية ما يستلم إلا راتبه، صح ولا لا؟ صحيح. فصار هذا الرجل الذي عنده مال، عنده كذا، ما عنده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ملك ظهرا فضلة فليركب أخاه. ليش؟ حتى يكون هذا الرزق مستخدما في منفعته. تخيل معي إنسان عنده يد ما يأكل فيه، يتناول الأشياء بفمه، يعذب نفسه. هذا اللي حاصل عند بعض الناس، أنه لا يستخدم الرزق فيما فيه منفعته الدنيوية ولا فيما فيه منفعته الأخروية، بس حاط البيزات وما يسوي مشكلة. لذلك الحسن البصري حط لنا قاعدة عجيبة. إيش قال؟ قال إنا والأغنياء سواء. قال له كيف؟ شيء غريب يعني. قال يأكلون ونأكل، هم يأكلون يشبعون بطنهم، حنا نشبع بطن، يلبسون ونلبس، ويسكنون ونسكن، هذا مأوى هذا مأوى، بغض النظر عن نوع المأوى. قال غير أن لهم أموالا ينظرون إليها ونحن ننظر إليها. يعني أنت وأنا قد نمر على قصر، أنت تنظر إليه وأنا أنظر إليه، وهو صاحب القصر ينظر إليه، لكن في النهاية نومه لن يستغرق إلا مكان فراشه، الذي أنت لا يستغرق نومك إلا مكان فراشك في النهاية. يعني هذه قضايا واضحة يحتاج الإنسان أن يتأمل فيها.